اعزائي احبائي مساء الفل، والله وحشتوني، او يعني مش عارف انا بكدب كده لو قلت ان انتوا وحشتوني، اصل هتوحشوني ازاي؟ ما انتوا ما انا بكلم الموبايل، يعني الموبايل وحش، القعده دي وحشتني. انما انتوا بقى عندكم حظ ان انتوا بتشوفوني كل يوم زي ما انتوا عايزين، فاعتقد لما اغيب المفروض اوحشكم، يعني المفروض ان انا اللي وحشتكم مش انتوا اللي وحشتوني. انما انا ما بشوفكوش، اتمنى ان انا اشوفكم في يوم من الايام والله، عشان فعلا وحشتوني. المهم اشوف بعضكم، يعني اشوفكم كلكم زي، انا مش عارف انتوا كام واحد يعني، بس اشوف بعضكم. المهم يعني كلام كتير حصل بقى الاسبوعين اللي فات، او يعني الاسبوع الواحد اللي فات. النهارده الحد، انا اخر مره اتكلمت يوم الاثنين يوم ماتش الاهلي، وبعد كده يوم الثلاث الفيديو ابن الكلب ابن 60 الكلب ده اللي هو كان الصوت بايظ فيه. هقول نص الكلام اللي انا قلته في الفيديو اللي فات تاني، عشان اصلا الصوت كان بايظ متنقل بيني. وردا على اسئله احبائي المعجبين والمعجبات من كل انحاء الدول العربيه على التغيرات اللي بتحصل في النادي الاهلي والصفقات الجديده واللي لعلها هتمشي ومش عارف ايه. فخلينا هرم معاكم كده ايه شويه. والله يا اخواني، تاني يوم الماتش كان يوم الاحد، تاني يوم الصبح لقيت في الراديو او الفيديو اللي انا كنت اعمله. ما انا هحكي لكم بقى الفيديو اللي انا كنت اعمله ده، كان الفيديو الوحش البايظ كان بيتكلم في الحته دي شويه، بس الصوت كان وحش مش مشكله، هحكوا عليا. تاني يوم الماتش وانا رايح الشغل، فالصبح كان شغال الكابتن احمد شوبير في الراديو، فقال على صفقه حسين الشحات اللي هي اولموست تمت، يعني كل الحاجات خلصت بقى بس على الامضاءات ومش عارف ايه، والناس كانوا جايين قبل البطوله، او لما الاهلي كان واقع في البطوله، وحمدي قال انا مركز في البطوله، يحترم يشكر على راسنا، وركز الراجل في البطوله لحد ما خدناها الحمد لله. فكان بيتكلم على ان العقد تقريبا خلص. فانا لما عملت الفيديو بقى يوم الثلاث على الصفقات والحاجات كده، قلت انا عندي كلمه عن حمدي فتحي، بس ما قلتش بقى، نسيت اقول الكلمه دي. فالاسبوع اللي فات الخبر اولموست اتاكد، او تقريبا اتاكد، ان حمدي فتحي ماشي رايح الحماده القطري، الغرافه، الدحيل، لا مش الدحيل، الايه، القطر وكره حاجه كده يعني. راح فرقه في الدوري القطري كده برقم خزعبلي، وهيقبض رقم خزعبلي بالجنيه المصري طبعا، يعني ياخد له مثلا مليون ونص 2 مليون دولار، اللي هم مثلا 100 مليون جنيه. ربنا يزيده يا رب ويطرح له فيهم البركه. ولو راح يعني، ولو ما راحش ربنا يزيده برضه يطرح له فلوس البركه، ده راجل جميل انا بحبه. المهم، فده ده اللي حصل. المفروض ان كل الحاجات خلصت وباقي على توقيع العقود زي ما كما قال احمد شوبير، ولحد النهارده من يوم الاثنين اللي فات، او من يوم الاثنين اللي فات، او النهارده حدد الوقوع العقود ما توقعتش. فده معناه ان هو قاعد، ان هو بيكمل، ان هو بيفكر، ان هو بيعمل، الله اعلم ان هو اتاثر بكلام الجمهور او بكلام الناس، وكفايه اللي انت بتاخدهم وهتبقى فيها اولى وتاخد لك 15 20 مليون حلوين، مش لازم تاخد 85. اوكي، يمكن يكون اتاثر، يمكن لا، يمكن الموضوع ماشي، يمكن مضوا، يمكن حمدي اصلا في الدحيل في القطر بيعمل الاسباير، في اسباير بيعمل كشوفات، يمكن كل الحاجات دي ممكن، الله اعلم يعني. بس الخبر كانت سكت شويه السبع ثمان ايام دول، او انا ما سمعتش عنه، يمكن سمعتوا انتوا بس. كل الهريين اللي بيهروا في البطولات عمالين بيتكلموا في حاجات تانية، كل اللي بيهروا يعني في الماتشات عمالين بيتكلموا في حاجات تانية خالص، بيعملوا تحديات اكل وحاجات كده، فما فيش حاجه اعتقد يعني. قول انا الكلام على اللي انا اعرفه، ان الراجل ما مضاش او مضى بس الدنيا اهدى شويه. ده ليه؟ علشان العقد بتاع حسين الشحات، وعلشان العقد بتاع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كما يقال قيل، محمد عبد المنعم جاله عرض في السعوديه، حسين الشحات جاله عرض في السعوديه، وحمدي فتحي في القطر في فرقه في قطر. احتمال يكون اداره الاهلي حسب بورطه وحاسه كده، اتازمت كده ان بالمنطق اللي الجمهور هيرضاه، ان حسين الشحات هو اللي يمشي. محمد عبد المنعم انسوا، يعني محمد عبد المنعم لو مش راح اي فرقه في العالم غير مانشستر يونايتد ومانشستر لا وليفربول ونيوكاسل، مانشستر يونايتد ونيوكاسل بس عشان محتاجين مدافعين، غير كده ما لا، محمد عبد المنعم ما يمشيش. محمد عبد المنعم لو هيروح استون فيلا ما يمشيش، يعني الجمهور مش هيرضى يمشي طبعا، ربنا يرزقه، بس ما تقوليش السعوديه وهيلعب جنب رونالدو قدام ميسي وجنب راموس، مفيش الكلام ده، اما يكبر، اما نجيب غيره ثلاثه اربعه. فمحمد عبد المنعم الجمهور مش هيقبله حتى لو اداره النادي الاهلي قررت تمشيه، شئنا ام ابينا. حسين الشحات ممكن، راجل 32 سنه 33 سنه مش عارف 31 حاجه كده يعني، عمل موسم عظيم، او نهى الموسم عظيم، كان بادئ زي الخرا. راح السعوديه، دوري قوي فعلا. بالنسبه لحسين الشحات اللي عنده 31 32 سنه، لا السعوديه دوري قوي، يلعب مع ميسي ورونالدو تمام زي الفل يعني. انما بالنسبه لمحمد عبد المنعم اللي عنده 25 سنه، لا ما يروحش يلعب مع ميسي ورونالدو، شكرا، يلعب ينورنا هنا، ناخد افريقيا ال 12 ممكن، يروح اوروبا على راسي، ما يروحش، والجمهور مش هيقبلها برضه. طب وحسين الشحات يروح برقم كبير، وهو اصلا عقده خلص، فايه يعني الدنيا تتلم. فدي الواقعه اللي وقع فيها النادي الاهلي اعتقد يعني. طيب رايي انا بقى، مش رايي، نرجع بقى لحمدي فتحي. طب انا عشان لو مجدت في حمدي فتحي على قد ما مجدت، مش هو في حق. حمدي فتحي من ساعه ما جه النادي الاهلي، لو مجدت فيه على قد، انا بنبص بكذا منظور زي ما اتفقنا واتعلمنا، ها، بس هنقول يعني
لو مجدت في حمدي فتحي زي ما مجدت، هو مش هديله حق. حمدي فتحي الراجل من ساعه ما جه بيعمل كل اللي عليه، بيتطور تطور غير طبيعي، بادئ هاف ديفندر ما بيفهمش حاجه ما شاء الله دلوقتي. حمدي فتحي، وانا يعني قولا واحدا، مش عارف انا قلت الكلام ده قبل كده ولا لا، بس حمدي فتحي الوحيد في الدوري المصري كله اللي بيشارك في كل مراحل اللعب، كل مراحل اللعب. يعني انا جالي هاجس كده في مره ان الاقي حمدي فتحي بيعمل اوفر وحمدي فتحي بيحطه بدماغه، يعني الهاجس جالي من كده. الراجل الكرة مع الجون بيطلع مش عارف يطلع، حمدي فتحي اقرب واحد اللي بياخد منه. الكرة راحت للوينج اليمين دخل لجوه، فحمدي فتحي في ظهره عشان يعمل اوفر. الكرة راحت للوينج الشمال خدها وراح على الشمال، حمدي فتحي في المنطقة مستني الاوفر يضربه بالهيد. بلعب 4-4-2، حمدي فتحي هو المهاجم الثاني جنب كهربا. بلعب باثنين هاف ديفندرات، حمدي فتحي جنب مروان عطيه او جنب ديانج او جنب السوليه او جنب اي حد. موسيماني في وقت من الاوقات لعبوا ليبرو ولعبوا مساك في 3 ولعبوا مساك في 2 ولا فارق لي. فانت متخيل بقى واحد، طب انا احبه على مستوى لعيب الكوره اكتر من كده ايه؟ يعني عمري وخدته وقلبي دخلته وكل كلامي الحب انا قلته، اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معاني اكتر من كده ايه؟ استاذ ايهاب توفيق. فحتى لو حمدي فتحي مشي تمام، شفت الراجل بيعمل كل الحاجات دي، اه والله العظيم تمام. طب صغير؟ لا مش صغير، صغير الرقم اللي جاي له اكبر بكتير من توقعاتنا وتخيلنا. يعني مهما كان الاهلي بيديله ده في الاول وفي الاخر المناظير الاخرى بقى، في الاول وفي الاخر الراجل بيلعب في فرقه، اللي بيعدي السنه دي بيعدي عليه السنه الجايه، بيعدي عليه السنه اللي فاتت. بقى لي 4 سنين بعمل نفس الحكايه، بوصل نهائي افريقيا خدته مره وما خدتوش مره، خدته مره وما خدتوش مره، بكسب الدوري بخسر الدوري في مره، بكسب افريقيا فيها، بروح كاس العالم انديه بكسر الدنيا، برجع تاني بقى بعيد نفس اللي بعيده بقى لي 5 سنين. هو ده وحش؟ لا ده حلو بالنسبه للي ما بيعملش، ده حلو بالنسبه للي مش فيه، ده حلو بالنسبه للعيب نفسه يروح الاهلي، ده عظمه، ده ما يحلمش باكتر من كده اصلا. بالنسبه لواحد بيعمله كل يوم الموضوع بيختلف. طب الرقم اللي هو بياخده ايا كان والله ما اعرف يعني، بس ربنا يزيده ويرزقه، بياخد 10 مليون، بياخد 15 مليون جنيه في السنه خالصين الضرائب، بياخدوا كوكو على كبوكو كده. هل الرقم ده وحش؟ عظيم بالنسبه لواحد بيقبض 10000 جنيه بس في الشهر، بالنسبه لواحد بيقبض 50000 جنيه في الشهر، بالنسبه لواحد بيقبض 500000 جنيه في الشهر اللي بياخده عمرو فتحي عشان ده مكسر المليون. طب بالنسبه لواحد بياخد ال 15، لا انا عندي تطلعات، ما انت عندك تطلعات بتاخد 10 عايز تاخد مليون، طب ما انا باخد مليون مش عايز يبقى عندي تطلعات اخد مليار ليه؟ طيب انت كموظف، انا كموظف ربنا يديني الصحه وطولة العمر ويديهم لك عزيزي، انت مكمل في الشغل شويه 40 50 60 اديك عمال بتنحت. انما هو 4 5 سنين مفيش حمدي فتحي تاني، ولا الراجل المتكلم اللي يبقى في الاعلام، ولا الكاريزما اللي ده اخره هيدرب ناشئين، شئنا ام ابينا. حط نفسك تفكر في راجل كده، راجل ما سمعناش صوته، زعق في الملعب بس، محترم وفي حاله، مؤدب محدش بيشتكي منه، مش كاريزما مش طاهر محمد طاهر سطلانه اللي انا هنتكلم عليه بعدين. فالراجل اهو مش هيشتغل في الاعلام، شئنا ما بين، وهو مش كاريزماتيك انف ان يبقى مدرب في الفريق الاول، شئنا ما بين. سامي قمصان اللي كان كاريزما عشان بيرقص كل الناس، وده كان كاريزمته يعني، سامي قمصان كان بيرقص العالم، كان دينيلسون الكره المصريه يعني، بيرقص كل الناس، بس ما كانش بيلعب غير اخر 10 دقائق. دي كانت اتقلبت بيرسونا، بيرسونه سامي قمصان، ان هو راجل بينزل اخر 10 دقائق. بعد 10 سنين بيدرب في ناشئين لحد ما مسك مساعد مع كولر ولا مع موسيماني. فحمدي فتحي اخره يبقى كده. بتاع سامي قمصان، سامي قمصان كان بيعدي الكره ما بين الحواجب، سامي قمصان ده انتوا ما شفتوهوش، انتوا بتوع التيك توك، انتوا العيال صغيره ما شفتوهوش، اعزائي بتوع يوتيوب هم اللي هيبقوا كبار كده ويبقوا شافوه. انا بعرف من الكومنتات وبعرف من الايدج رينج اللي بيديهولي الاستاتيكتكس بتاعت اليوتيوب وبتاع التيك توك، فانا عارف ده مين الاعمار اللي بتشوفني على تيك توك، مين الاعمار اللي بتشوفني على اليوتيوب. فبتوع اليوتيوب الكبار امثالي هم اللي بيبقوا فاكرين ترقيص سامي قمصان، العيال الصغيرين بقى بتوع التيك توك اعزائي هتعرفوه، سيرشوا اكتبوا يوتيوب. بس كان الترقيص ده كان جامد فشخ زمان، انتوا عشان تشوفوا ترقيصات دلوقتي احلى، بس الكلام ده كان بالنسبه لنا خيال. المهم، فالراجل مستقبله المادي هيعمل مشاريع والحاجات دي هيخلص بعد 3 4 سنين. عايز في 3 4 سنين دول بدل ما ياخد 50 مليون ياخد 200 او 300. طب ايه المشكله؟ فين المشكله؟ انا كان النادي الاهلي هتاثر؟ ما كنت اتاثرت بمشيان محمود الخطيب. تاثر ايه؟ مش تاثر طبعا، مش تاثر طبعا. ده مشيان حمدي فتحي بعد اللي انا قلته كله احتمال يعدل الفرقه، احتمال يبقى عندي 1 6 و2 8 محترمين، 1 6 و2 10 بقى، 1 8، احتمال يبقى عندي رصه. حمدي فتحي كان بيجبرني باداء وبتنوع لعبه، كان بيجبرني انا بلعب اي حاجه في الملعب وحمدي فتحي شغال. والله ده لعب كل اللي انا قلت عليه ده مع موسيماني وفايلر وكولر واللي قبليه. فانا احترمه، مع السلامه. النادي الاهلي هيقف؟ لا مش هيقف، مش هيقف خالص.
مضينا مع بوب وفي كلام على امام عاشور ومعانا فلوس ندفع والكلام ده كله، مش هيقف. وليد الكارتي محمد بن رمضان راح نادي شيفشتكروف النرويجي مجري حاجه كده يعني، هنعرف نتصرف. ويروح ياخد فلوس كتير وربنا يرزقه ويسترها عليه ويزيدهم بركه. ده وجهه نظري واللي اتمنى الاهلي يعمله، وانا لا بقول، انا بقول وجهه نظري. الاهلي مش هيسمع كلام. ها سعد حفيظ، كابتن امير توفيق مش قاعد دلوقتي بيشوف مين اللي بيهري على تيك توك اكيد يعني، بس دي وجهه نظري، راجل حق. طب حسين الشحات، حسين الشحات من 6 شهور، من 5 شهور اقسم بالله لو كان حد من اداره الاهلي فكر يجدد له كان الجلد، كان الجمهور فشخوه وهو زي الخرا. بس حسين الشحات اللي عمل التحول اللي عمله هو، حسين الشحات اللي عمل هذا التحول اللي بقى خلاه كده، دي حاجه اسطوريه، اقسم بالله اسطوريه. لما كان مع احمد عبد القادر بيتعلق علوئيه بنت ست، ما حدش كان طايقه. انا من الحلول اللي انا قلتها لو تفتكروا والله العظيم لو اقولهم لكم، ما بحبش احط فيديوهات في المنشنز وحاجات كده، بس انا اقول لكم الحلول اللي انا قلتها ساعتها. والحلول كانت بتنقسم الى 3 فئات. الفئه الاولى حل الجماهير، نفشخه ونقعد نسب ونلعن فيه ونقول له لعبك ده مش مفيد واحنا عايزين واحد بيلعب مفيد. الكولر يحترم الفرقه وما يعملش بديل لعبد القادر، لا هو يقعد عبد القادر، هو عبد القادر مش في حساباته. عنده وينج رايت وينج ليفت باك شمال، يطور واحد يغير خطه يعمل اللي يعمله، بس ما يخليش عبد القادر تنزل لي وينج ليفت بيلعب زي ما عبد القادر بيلعب بالظبط، بس عبد القادر احسن منه بما انه كان بيلعب، فمش هيعرف يأدي، فهتبقى دين فين حلاوه عبد القادر. الحل الدرجه الثالثه من الحل ان اداره الاهلي تشد حيلها وتجيب واحد يقعد عبد القادر خالص، تجيب رمضان صبحي واشرف بن شرقي وابراهيم عادل، ومين تاني بيلعب في الحته دي؟ لا هعرف افتكر لكم، ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وابن الوسخه ده. انا اسف يعني يا كابتن الحاج على، انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف والله ما اقصدش، بس يبقى بدر بقى يشوف له بقى لعبه يروح يلعبها. من عظمه الاهلي اقسم بالله، انا اعزائي الزملكاويه دي حقيقه، انا هقول من عظمه الاهلي من وجهه نظري، ممكن يكون بالنسبه لكم ده حاجه عاديه، بس هي بالنسبه لي حاجه ما بتحصلش كتير، او على الاقل خالص يا عم من شطارتي انا اللي شاطر وناصح وقلت الكلمتين دول. ايوه انا قلت كده، وهو راح عامل ايه؟ راح عامل كده، قعد عبد القادر ولعب حسين الشحات اللي هو بيلعب بديل بيرسي تاو في باك في وينج رايت، لعبه وينج ليفت، بس هو مش هيعرف يلعب وينج ليفت زي عبد القادر بيعملها، انه يخش في القلب ويفضل يروح لحد من الطرف لحد ما يوصل المنطقه ويحاول رأس 60 مره وتقطع. لا هو هنلعب بطريقه مختلفه، ساعده عليها طبعا العبقري حمدي فتحي، فراح جاي لعب حسين الشحات وينج ليفت، بس بقت شغلته انه يلعب في الملعب، حمدي فتحي يروح من وراه، حمدي فتحي يروح من القلب وعلي معلول يفتح، بس يبقى هو الراجل اللي بينزل احيانا يلعب بلاي ميكر، فبيبقى مفتوح الملعب، فعمل الطفره اللي عملها. ساعد كولر الفكره الجهنميه دي، ساعدوا فيها جودة حسين الشحات وتقبله ويعني وحطت الموضوع في دماغه وخلاه يعمل النقله العظيمه اللي هو عملها، وجودة واحد زي حمدي فتحي اللي ما كانش انت عايز ايه يا معلم؟ عايز نلعب ايه؟ يعني اغطي على مين انا؟ انت عايز نغطي على مين؟ اي كلب في الملعب اغطي عليه، اغطي على الشناوي اقسم بالله لا طلع الكوره من على الخط، ها يلا وطلع 3 باين. هو الراجل ساعده بقى كده. الفئه الثالثه اللي بتدل على عظمه اللي حصل ان اداره النادي الاهلي بتجيب وينج. شفت الحلاوه؟ في حلاوه كده اللي انا اقوله بالترتيب يحصل ومش عايز اتبسط، ده انا ممكن اعرض الخطيب بس عشان كده، عشان عمل اللي كنت بقوله يعني، او كانت وجهه نظر. طب نرجع بقى لحسين الشحات. فحسين الشحات يمشي دلوقتي، هو احتمال يمشي فري، فلو هو مش قافش يمشي، والسعوديه احسن من قطر، يعني هو هيقعد يبقى فيها اولى الحاجات بقى بتاعت يبقى فيها اولى طبعا، ما نظبطش الدنيا، ما نخلوش فيها اولى ونمضيه 5 سنين والحاجات بقى دي ما بنعملهاش دي، احمد فتحي مشي عشان خاطر كده، فلا يمضي يلعب حسام عاشور، يعني هننسى بقى، هننسى والله. الله يمسك بالخير يا حسام عاشور، الله يمسك بالخير. قطعت كاريرك بموس، جبت موس كده قطع بيه كاريرك كده لحد مره، ده يكون ايه؟ دي كل واحد لعقله. فهيعمل ايه؟ لا مش هعمل له كده، مش همضيك بقى فيها اولى و5 سنين، لا لا لا، تعالى يا معلم انا عايز امضيك سنتين، بسنتين هتاخد فيها تانية زي ما انت بتاخد، لا انا هاخد فيها اولى، خد فيها اولى وسنتين، هم اوكي انا موافق. طبيعه العقد اللي تبقى بالطريقه دي. طب هو قافش وعايز يروح يعمل شويه ملايين هناك، بما انه ضحى، انا كنت بقول له حسام 150 لحد دلوقتي، اقول حسام كان بياخد فلوس كتير قوي في العين يا جماعه، حسام جيب فلوس كتير، ايوه جيب فلوس كتير، بس كان بياخد فلوس كتير قوي بالعين. بالمناسبه الفلوس اللي جيبها حسين الشحات حلال حلال حلال، ده احنا ما هي ماشيه موزه، ده ماشيه موز. يلا مبلبلين على القاره كلها وعلى عالم انديه وبتاع. فنرجع تاني، وكان بياخد فلوس كتير وضحى بيها عشان هو اهلاوي، فلو عايز يعمل كده تاني تمام انا موافق. محمد اماني لا شو، مش كلام على محمد اماني، شو من دماغكم خالص خالص.
فادي الثلاثه اللي عاملين بيجي لهم عروض، او ادي الاثنين اللي عاملين بيجي لهم عروض. انا ما عنديش مشكله، انا كل مشكلتي ان اللي يتكل على الله يتكل على الله. الخصوم هتقرر وبديل جاهز بسرعه. انما كون ان الكابتن سيف زاهر النهارده يقول اصل اداره الاهلي اتفقت مع مش عارف مين واتفقت مش عارف مين عشان تمشي حمدي فتحي، بس انا مستر كولر، تبقى انت بتشتغلني. لما تقول اداره الاهلي مش عايزه حطت الصفقات، بس هي ما بتاخدش قرار نهائي في الصفقات غير لما تاخد امر كولر منهم امام عاشور. فلا عايز يجيب امام عاشور وعارف يجيب امام عاشور ومش عارف عشان خاطر مستر راي كولر. طبعا مش للدرجه دي. نادي المبادئ والقيم والاخلاق والحاجه، بس مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. ما تافوروش. كولر مين؟ امام عاشور. ده ديانج مطلع دين ابونا. تقعد ديانج وتلعب امام عاشور مش عاجبك؟ لا هو ده مش حقيقي. احنا نقدر نجيبه مشهور هنجيبه على طول، بس يعني مش مشكله. بس الواد بوبو جه احتمال كبير، ومحمود مرعي احتمال كبير، ده الكلام اللي بيتقال يعني. وفي السكه هنشوف بقى يخلصوا في مين تاني 8 ويخلصوا في مين تاني وينج، وساعتها يبقى كله زي الفل. لو هتكلم في اخر دقيقه على امنيتي في الحياه اللي تحصل دلوقتي، ان طاهر يرجع. وحياه ربنا الواد عسل، الواد سكر. انا عندي فيديوهات جايبه مئات الالاف من المشاهدات واللايكات والكومنتات، مئات الالاف اعزائي بتتكلم عن طاهر وحبي ليه ومدى حبي ليه. وحتى في انتقادي ليه كنت برضو بنتقده بحب. انا بحبه جدا وهو كاريزماتيك جدا ووشه فيه القبول، ودي حاجه ربنا ما بيديهاش لاي حد. فانا متاكد ان طاهر ده جواه حاجه ونضيف عشان ربنا مديله كل هذا القبول. لوش فيه طالع زي المتخلفين عقليا، لابس الفوطه على دماغه. محمود متولي حاطط البتاع قد الداهيه على كتفه وموصل موبايله وواخد الداتا ومشغل الاغنيه بمزاجه، وياخد الكاريزما من كل السبوتس. يعني الكاميرا بتصور من تحت، والكاميرا بتصور من فوق، والكاميرا بتصور من الجنب، والكاميرا بتاعت المراسلين والدرون، كله كاريزما. الكاريزما بتاعت طاهر محمد طاهر. يخرب بيت حلاوتك. ما انت ما هو غصب عنك ما بتدور بقى يعني. بعد خلاص خدت مود من طاهر محمد طاهر، بتفضل تدور على مين بقى اللي واقف تاني، مين بقى الواد ده القندوسي دمه خفيف برضه عاجبني جدا عشان دمه خفيف ولسه ما لعبش، مين اللي هناك، مين اللي مش عارف ايه. عينك بتروح على ناس وبترجع على طاهر، عينك بتروح غصب عنك. صح والله؟ ولا انا غلطان ولا انا مجنون؟ انت بتتفرج كده تشوف مين وبترجع على طاهر تاني. طاهر اكتر واحد كاريزماتيك واكتر واحد عنده قبول، سبحان الله. ناقص بس يبقى لعيب كوره بس كده، يبقى جامد قوي بقى. يعني طار والله العظيم 3 فرص من الماظ اهي. مفيش يا عم وينج رايت وهنمشيه، ومفيش وينج ليفت وهنمشيه، وانت قاعد. يلا بقى يلا بقى شويه جوسي مالات كده، شويه انجليزي حلو كده. طب ده في حد الواد محمود مش الواد، انا اسف، محمود مهدي كان بيقول والله العظيم في فيديو بالفيديوز اللي بيعملها، بيقول ايه؟ انا موافق ان طاهر محمد طاهر يبقى يبقى متحدث رسمي باسم النادي الاهلي. دمه خفيف فشخ، كاريزماتيك، بيتكلم لغات. ايه الحلاوه دي؟ وربنا يبقى صح. بس انا نفسي يبقى بيلعب كوره يعني لحد ما يخلص. بس لو هو شايف ان هو كده ساتوريتد وكده الدنيا مانجا ومتعشيه خلاص تمام. بس لو ما كنتش شايف كده طاهر، ارجع العب والله. اصل انت كنت حلو قوي في المقاولين، وكنت في فترات حلوه في الاهلي. فانت اعتقد ان يجي منك انت، بس محتاج تروح تعمل جلسات كهرباء او تروح عند دكتور نفسي. عندي واحد في المعادي ممكن اظبطك عنده، هيظبطك اقسم بالله ويرجعك تاني لعقلك كده. عشان انت فيك مميزات جميله انا احب ان انا اشوفها في الملعب، واجريسيف وبيتخانق وبيتعور وبيلعب وابن ناس وبيحترم نفسه ومؤدب وبيتكلم عربي كويس وبيتكلم انجليزي كويس وبيروح يتكلم مع الناس وفي اللقاءات بيبقى محترم كده مش مبرشم. وقت الفوز والمسخره بيبقى سطلنا لنا سكر. بس هو ده كان كل كلامي النهارده احبائي. كان عندي بس حاجات تانية المفروض كنت ناوي اتكلم عليها، بس الفيديو طال مش عايزه يطول اكتر من كده. ليه علاقه بقى باللي هيجي الاهلي تاني، باللي هيمشي من الزمالك، بماتش المنتخب المتخلف، باللي بيعملوا ميدو مع ابو واحد السيد واسامه نبيه. يا ميدو طب لو انت جاي، طب انا هقول الكلمتين دول وخلاص. يا ميدو لو انت جاي تصلح ما تصلحش بوساخه، مش منطقي يا حبيبي. يا حبيبي مش منطقي كل هذا العداء. لوم وعاتب واعمل اللي انت عايزه بادب. تقعدش تقول وانت وحصل. وانا لما الاهلاويه بيعملوا كده على الزملكاويه بوجع دماغي، بتوجعني اقسم بالله. ما تبقاش انت كده وتقول اصل الخسيس ولا مش عارف المدعي اللي فكر نفسه زملكاوي اللي مراته راحت تكلم ام سفر جعفر عشان تقول لها خليه يروح بيراميدز مع الواد دول. ايه يا معلم ده؟ وانتوا عرفتوه وقولوا له في الكومنتات ووصلوا له الفيديو. بكام على اسامه نبيه عشان هو قال في النص حكى قصته ده جه منين وراح كارتيرون، راح مشى كارتيرون ولا اتخانق مع كارتيرون وما خدش الفلوس عشان مكافاه الدوري ادوها لكارتيرون بس لما رفع عليهم قضيه، بس ما ادوهاش لمساعدين كارتيرون. فاسامه نبيه طلع قال انا عايز مكافاه الدوري، فده يبقى ابن 60 كلب عايز فلوس من النادي. وبعد كده قعد مع فيريرا شويه، فيريرا اللي كان منجمه، فيريرا لما مشي مسك هو فريق اول، قال كده بالظبط، مسك هو فريق اول وبعدين حس ان العبايه كبيره عليه فقال عيط ورجعوا لي فيريرا تاني فرجعوا. ده كانت قصه النهايه وحكى قصه اسامه نبيه.
انت كده جاي تصلح اللي كل يوم بيقول بيأمن على الخناقات اللي ما بيني وما بين ابو واحد السيد، او بيقول ان في خناقات ما بيني وما بين ابو واحد السيد، او بيقول يا حبيبي ما ده مش اصلاح يا حبيبي، ده مش اصلاح، يخرب بيت اللي علمها لكم. ده عجن، هم ولاد 60 في كلب، وحضرتك بتعمل زيهم. عيب ما تعملش كده. اعتقد ان احمد حسام ميدو بما مر به من تجارب، اذا كان لاعب ولا مدرب ولا معد ولا مذيع ولا ممثل ولا موديل ولا بتاع همبكه وسهير ولا جان ولا مدرب بتاع في البرامج كلها، مذيع ومعد واسماء اللي هي ضيف في كل البرامج، محلل في بي ان سبورت، كارير ابن 60 كلب. انت بقى كاحمد حسام ميدو بكل هذا الكارير مش عارف تقرر اللي انت بتعمله غلط، ومستنيني اقول لك؟ مش منطقي يعني، مش منطقي خالص. ايوه غلط، ما ينفعش تكره الناس. احنا عيب مرتضى منصور مش واحد يعني، احد عيوب مرتضى منصور الكبيره، هو مرتضى منصور اسف الكبيره، هو معاداة الناس. عمل جبهات كده، دول زمالك، دول لا، دول مش عارف ايه، دول لا، دول ولاد 60 كلب، دول بيحبوا يا جدع، كلهم بيطلع دينهم لما الزمالك بيخسر، وكلهم مش فارق لهم لما الزمالك يخسر. مين ده هنا ومين ده هنا، والدنيا ماشيه يعني. فبلاش صيغه التكريه دي. ما احتمال تكون اتخانقت مع بعض السيد، ما احتمال يكون لا، احتمال تكذبه، تمنعه، تكلمه في التليفون، تخلص الموضوع بتاع سيف، ما تخليش فيه قيل وقال. انجز، ده شغل. انما تقعد تدلل في التلفزيون، وهو عشان ما عندوش منصه مش هيلاقي حته يدلل فيها، فهيجيبوا مهيب او التاني اللي هو مش مهيب، اللي هو اسلام جمال، اسلام عادل، اسلام صبحي، اسلام بتاع اللي هو محمد فاروق ده، هيجيبوا ده وهيجيبوا ده، ويقعد يقطع فيك وانت تعمل فيديو في الجونه وانت سكران وتقطع فيه وتلعب ضغط بالسيجاره. الجنان بقى اللي بيطيب عليكم بعد كل كاس. ما تشربوش بقى، ما تقرفوناش، واقسم بالله بتهبلوا لما بتشربوا، ما تشربوش. ايه القرف ده؟ ما تهبلوش، تشربش، تتكلمش، تشرب في جنب بقى كده لحد ما تفوت ديهيدريشن يشتغل، تشرب ميتك، عصيرك بيبسيك في الشمس جميل، بتصطاد، تطلع تعمل فيديو ترص الكلام، هترصه بمعلمه. انما تخبط الشوطين تبتدي تهبل، تطلع ما تهب منك هبه كده ما يعلم بالله ربنا، ما تعملش كده. اعزائي مدمني كل انواع المشروبات الكحوليه والمسكره والغير مسكره، المدمنين عموما اعزائي، ربنا يا رب يديكوا الصحه وطولة العمر وتبطلوا الخرا ده وتبقوا صحتكم كويسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما تتكلموش، ما تعملوش انتر اكشن مع بني ادمين وانتوا في حاله مش مظبوطه. بيطلع منكم كلام ابن وسخ، بيطلع منكم كلام عجن، وبيبقى شكلكم وحش تاني يوم الصبح. هذه الدماغ اللي انت بتعملها اعملها براحتك في بيتكم، بعد كده خد دش واستحمى والبس واسكر علينا بقى براحتك، وانت فايق كده تعرف تتكلم بالشويه الكحول اللي لسه باقيين في الكليه، هتعرف ايه تشغل دماغك بيهم. انما تقعد من اول كده لا، مش هينفع. شكرا جزيلا اعزائي، السلام عليكم. الفيديو طال جدا، هيطلع عيني في الابلود من كل الله. شكرا، سلام.